النهارده هنسال الناس ايه هو اقوى حيوان موجود على وجه الارض، واللي يعرف الاجابه يكتب لنا في الكومنتات، ولو مش عارف الاجابه استنى معانا لاخر الفيديو هتعرف معلومات مفيده جدا عن اقوى حيوان موجود على وجه الارض. تعتقد ايه اقوى حيوان على وجه الارض؟ الدب. اللي فاهم بيريح بس مش بيستريح. اشمعنى الدب؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. بيقدر يعيش في جميع احوال الجو كده، ذو مخالب قويه. وضحوا مدى ذكاء هذه الحيوانات، وايضا كيف تحاول هذه المخلوقات التكيف مع التغيرات المناخيه المسببه لذوبان الجليد. عنده جلد قوي صعب اختراقه، عنده قوه تحمل شديده، عنده قوه بصر جامده قوي، لو حد بيصطاده بيقدر يشوف الرصاصه من على بعد اميال وكده. ده الدب؟ الدب. بس فانا شايف اللي هو اقوى حيوان. لا بس هو مش اقوى حيوان، مش الدب. طب ايه مثلا؟ ما انا هقول لك الاجابه بعد الفيديو ونسيبها للناس في الكومنتات. تمام؟ خلاص نسيبها في الكومنتات. تمام؟ تعتقد ايه اقوى حيوان على وجه الارض؟ الاسد. اشمعنى الاسد؟ عشان اسد الغابه وبيعيش وسط القطيع. اسد الغابه ولا ملك الغابه؟ ملك الغابه. ملك الغابه. انتاح ولا وبيعيش وسط قطيع من اللباون. يبدو أن هذا الأسد قد عاد في وقت متأخر إلى البيت الليلة الماضية. الأسود. وهو مفيش حيوان أقوى من على وجه الأرض. الأسد. علي النعمة أنت بتتكلم صح. طبعا. هي الإجابة غلط. أمال إيه الصح؟ بس أنا هقول لك الإجابة بعد الفيديو. تمام. ونسيبها للناس في الكومنتات. تمام. وتتفرج على الفيديو للآخر هتعرف المعلومة. تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. تعتقد إيه من وجهة نظرك أقوى حيوان موجود على وجه الأرض؟ اعتقد والله شعلة اخويا الضباع. اشمعنى الضباع؟ يعني عشان هم قطيع وكده وبيبقوا كتير يعني، والفك بتاعه جامد. الله اكبر. فكه جامد. لو دخلوا على حد بيقلوا منه. الضباع. تعرف ايه تاني عن الضباع؟ الضباع والجلد قوي برضه، اللي هو بيستحمل تعمل تحت الخضراء ولا الحمراء حاجه كده. ده صنف مضروب يا سمزجانج، ما يتحطش في الدماغ. الإجابة غلط، مش الضبع. امال ايه؟ هقول لك بعد الفيديو. طب ما تقول دلوقتي. لا هنسيبها للناس في الكومنتات. ماشي. فريق سلام انت. سلام. تعتقد ايه أقوى حيوان موجود على وجه الأرض؟ أقوى حيوان الفيل. انت جدع. اشمعنى الفيل؟ الفيل عشان ضخم وجسمه تقيل ويقدر يدوس على اي حد، محدش يعرف يهاجمه. يعني جسمه كبير، فالهجوم عليه صعب. ايه تاني تعرفه عن الفيل؟ بس اي حد ممكن يجي عليه يدوس عليه. هو ضخم مش هيشوف اللي تحتيه. بس هو غلط بصراحة، هو مش الفيل. امال ايه؟ هقول لك الإجابة بعد الفيديو. ماشي. أعتقد إيه أقوى حيوان موجود على وجه الأرض؟ الفهد. اشمعنى الفهد؟ يعني أنا بحس اللي هو أسرع حاجة، بيجيب فريسته بسرعة جدا. تمام. في الثانية، وسرعان ما تصل سرعته إلى 112 كيلومترا في الساعة. بفضل العمود الفقري المرن والذيل الطويل والأرجل الخلفية القوية، يستطيع الفهد القيام بمنعطفات سريعة وتغييرات في الاتجاه أثناء الركض بسرعات عالية جدا. لهذا السبب يمتلك الفهد معدلات نجاح عالية في الصيد. عنده لياقة بدنية غير طبيعية طبعا، مهما كان بقى حجم الفريسة بتاعته هو بيجيبها عامة يعني. في 3 ثواني ممكن يعدي سرعة 120. يعني كده اسرع حاجه متهيألي، يعني كده اسرع من العربيه الفيراري بقى. عشان كده انت شايف ان هو اقوى حيوان على وجه الارض. طبعا. بص هو فعلا فيه كل الصفات دي، بس هو مش اقوى حيوان على وجه الارض. امال ايه اقوى؟ هقول لك بعد الفيديو ونسيبها للناس في الكومنتات. ماشي. ولو تتفرج على الفيديو ده تعرف معلومات كويسه جدا عن ايه اقوى حيوان على وجه الارض. تمام. نسيب الناس في الكومنتات تقول لنا. شكرا جدا ليك. ماشي. اقوى حيوان موجود على وجه الارض هو الذئب، لكن من حسن حظنا ان الذئب نفسه ما يعرفش قوته دي. على كده لما اقول لك حته دينيه بيقول لك ان الذئب ربنا خلقه كاقوى حيوان موجود على وجه الارض، وان الذئب نفسه ما يعرفش مقدار قوته دي غير يوم القيامه، ويوم القيامه دي هتهب رياح قويه جدا وهتقتلع الاشجار وهتهز اركان الجبال، مش هيبقى موجود ولا حيوان ولا انسان ولا نبات، هتختفي الحياه تماما من على وجه الارض، الا الذئب هو الوحيد اللي هيفضل ماسك في الارض بمخالبه وهيقاوم قوه الرياح، لدرجه ان هي هتسلخه من اول ذيله لحد فروه راسه، وهيقول لربنا لو علمت ما
مصنع التيتاني من قوه لابد بني البشر. وكمان الذئب مش ساء السمعه زي ما بنشوف في الكرتون والافلام. الذئب من السباع ومن سلاله الملوك ومخلوقات اجتماعيه جدا. والذئب حيوان مخلص جدا وملقب بالابن البار. هو الوحيد اللي بيبر والديه بعد ما بيوصلوا لمرحله الشيخوخه، لانهم ما بيقدروش على مجرات القطيع في المشي والصيد، وبيفضل الابوين مستريحين في بيوتهم، وبينزل بقى الابن يصطاد ويجيب لهم الاكل لحد عندهم. وكمان الذئب بيتجوز مره واحده بس في حياته غير باقي الحيوانات. كمان الزوجه عمرها ما هتخونه. والذئاب عندها وفاء غير عادي جدا لزوجاتها، وعند وفاه احد الزوجين الذئب بيعمل حداد لمده 3 شهور وغالبا بينتحر بعدها. تخيلوا بقى ان الذئب ده حيوان وعنده صفات كتيره للاسف مش موجوده عند معظم الناس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان غيرك يستفيد. وبعد كل فيديو بسيب لكم تطبيق مفيد جدا في اول كومنت، خشوا حملوه وقولوا لي رايكم.